شاورما اللحمه المصري بالتتبيله المظبوطه زي بتاعه اشهر المطاعم هعملها معاكم في البيت بكل بساطه وبمكونات موجوده عندكم، هتطلع زي بتاعه المطاعم ويمكن احلى شويه كمان. هقول لكم ازاي اللحمه تطلع دايبه والطعم الاصلي بتاع زمان، عشان مش كل من قال شاورما لحمه يبقى عملها صح الصح وتطلع معاه مظبوط. في البدايه كده عشان اعمل اظبط شاورما لحمه يبقى عندي 3 قطعيات للحمه بتاعتي، وش فخده، جلاطه او بيض كيلو. ال3 قطعيات دول هم اللي بيظبطوا الشاورما على الشعر. هشمع اللحمه عندي شويه في الفريزر بس تبقى ماسكه نفسها، وهطلعها رصها فوق بعض كده واقطعها شرايح رفيعه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين معايا كده. ونيجي بقى للتتبيله اللي هي كل مكون فيها مهم جدا، ولو في حاجه اختياري هقول لكم عليها. نص كيلو اللحمه بتاعتي هياخدوا معلقه ونص كبيره من الزبادي، بصلايه كبيره بشرتها وعصرت الميه بتاعتها واخدت الميه فقط بدون التفل. البهارات بقى ملح وفلفل اسود، بهارات لحمه، قرفه مطحونه، رشه من البابريكا، البهارات الحصى، حبهان، قرنفل، عود قرفه، الروزماري ممكن نستخدمه فريش وممكن نستخدمه ناشف وممكن استغنى عنه خالص. وده ميكس بهارات الشاورما بتاعتي اللي مش هستغنى فيها عن ولا مكون. نيجي بقى لنص عصير ليمونه اخضر او اصفر حسب المتاح عندي، معلقتين صغيرين من الخل قد غطايين كده، والمكونات الفريش 3-4 فصوص توم دول مهمين واساسي، وعود نعناع فريش ده اختياري. وننزل بقى بشويه الزيت النباتي بتوعي وابتدي اقلب كل حاجه وامكسها مع بعض كويس جدا. الخلطه دي تقدروا تعملوها وتحطوها في الفريزر تحتفظوا بيها وتطلعوها في الوقت اللي تحبوا تاكلوا فيه شاورما لحمه. تبلي بقى اللحمه كويس جدا جدا، خليها كده تبقى كلها شاربه من التتبيله. وطبعا هحط اللحمه عندي في التلاجة 24 ساعه. كل ما اللحمه قعدت في التتبيله وقت اكتر في التلاجة كل ما استوت لوحدها من التتبيله وما خدتش وقت خالص على النار وبقت دايبه جدا. تاني يوم بقى طلعتها من التلاجة ونيجي لطريقة التسوية. طاسة عندي على النار تكون سخنة كويس جدا. ناس كتير هتقولي نضيف ليا، لو متاح عندك وبتحبوا طعمها طبعا ضيفوا دهنة أو ليا. أنا بضيف زيت نباتي وسمنة بلدي، تسخن كويس جدا 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 وانزل باللحمة أديها صدمة بالشكل ده. أنا مش عايزة اللحمة عندي تفقد سوائل في الأول خالص، مش هقلبها غير لما احس كده انها اخدت لون من الجنب الاول او بدأت تمسك نفسها، ابتدي اقلبها على الجنب التاني واغطي كده 10 دقايق بالظبط. هنلاقيها بعد ال10 دقايق بدأت تدخل في التسوية لوحدها. هحط اللحمة بتاعتي على جنب واقطع بصلاية حجم كبير او بصلتين حجم وسط شرايح رفيعة بالطريقة دي، وابتدي اقلبهم كده ادبلهم واديهم تشويحة على الجنب، وبعدين انزل عليهم بغطيين خل او معلقتين يعني يكون حجمهم صغير. وبعد كده بقى هقلب اللحمة مع البصل بالشكل ده. اول ما كل حاجة تتناغم مع بعض وتبتدي الريحة تطلع عليا كده هغطي تاني واديها 10 دقايق لربع ساعة لحد ما تستوي كويس قوي، والاقي ان مفيش اي سوائل في الطاسة بتاعتي وان البصل دبل خالص وبقى متناغم مع اللحمة، يعني مش هنحس بالبصل. في الوقت ده هطفي النار نهائي واضيف شرايح طماطم او قطع طماطم متقطعة صغير قوي وبقدونس، الكمية اللي تحبوها يعني على حسب حبكم للطماطم والبقدونس زودوا منها زي ما انتوا عايزين، بس بيضافوا بعد ما بنطفي النار خالص علشان مفيش حاجة تدبل، يا دوبك بس كل اللي محتاجاه ياخدوا من حرارة اللحمة بتاعتي. وبكده بقت الشاورما بتاعتي جاهزة. شاورما طبعا يعني طحينة وعيش مصري كايزر. وابدأوا بقى اعملوا الساندوتشات بتاعتكم واستمتعوا بالأكل بتاعكم، ده غير ريحتها اللي قلبت ريحة البيت. مفيش حد مش هيسألكم على تتبيلتها لو دقوها عندكم. واللحمة بقى دايبة دوابين وشاربة من التتبيلة كويس قوي والطعم الأصلي بتاع زمان. أنا كده خلصت الشاورما اللحمة المصري بتاعتي النهاردة. خلاص متأكدة من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد إيه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوها وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.